السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبائي في الله، منوريني ومشرفيني وجودكم على راسي من فوق. النهاردة بكيلو ونص دقيق بس هنعمل أحلى بسكوت بالبرتقال، بسكوت الأفران. مش محتاجين ان احنا نبهدل نفسنا ونروح افران نقعد هناك متذنبين بالدور عشان خاطر نعمل شوية بسكوت لعيالنا. لا، احنا معانا طريقة سهلة جدا ولذيذة هنقدر نعمل افران في البيت، البسكوت في البيت بمنتهى السهولة. يلا بينا على المقادير، يلا بينا على المقادير. اول حاجة ده نص كيلو سمنة او زبدة، ينفع تعمليها بالسمنة او الزبدة. تانينا نضرب فيه زي ما احنا شايفين كده براحتنا خالص لحد ما يبقى السمنة بالشكل ده عاملة فوم معانا كده زي الكريمة. هنيجي نحط عليها نص كيلو من السكر البودرة، ونكون نخلينه كويس جدا يا جماعة، لان بيبقى فيه حبيبات من السكر لسه ما دابتش، فبننخله كويس. يبقى كده نص كيلو سمنة او زبدة عليه نص كيلو من السكر، نتنيه نضرب فيه لحد ما يبقى القوام زي كده زي الكريمة. هنا بقى معايا ايه؟ دي روح برتقال، ودول تذكرتين فانيليا برتقال، ودول 6 بيضات. هنيجي نعمل ايه دلوقتي؟ هنفضي التذكرتين الفانيليا بطعم البرتقال على البيض، وكمان هنروح حاطين الاسانس بتاع روح البرتقال ده برضو، وهنروح جايين حاطين نص معلقة كبيرة من النشادر. مش هحتاج تاني حاجة احطها غير الدقيق بعد كده والبيكنج باودر. وهنروح جايين مشغلين كويس جدا ال- المضرب، ونحط بيضة بيضة لحد ما نخلص كمية البيض اللي معانا. هنا بقى كنت طبعا حطيت البيكنج باودر على الدقيق، وهو كيس واحد بس بتحطيه او كيك شيف، يا ده يا ده. وبتنكي بقى ايه؟ تروحي جايه لفه العجينه في قلب بايديكي كده، مش تعجني، لا تضيعي بس الدقيق، يعني تتوهي الدقيق في العجينه. البسكوت يا جماعه مش من الحاجات اللي بتتعجن خالص، عشان ما ينشفش منك. توهي بس الدقيق في العجينه، وهيبقى القوام معاكي بالشكل ده. بصي بقى العجينة، انا ايدي التانية اللي كانت بتعجن ملزقة، التانية نضيفة ازاي والعجينة طالعة نضيفة في ايدك. اوعي تزودي سوائل تاني او تزودي دقيق تاني، هي كده العجينة مظبوطة معاكي وطالعة زي الفل وزي الملبن. هتنضفي بس ايديكي كده، وبعد كده تروحي جاية مغطية. المفروض انك تغطيها بكيس او حاجة عشان ما تنشفش، بس انا عشان اشتغلت فيها على طول طبعا طلعت مكنة البسكوتة اهيت. ديت بصراحة أنا أول مرة استخدمها، كانت في جهازي يعني، وكده كنت عملت السنة اللي فاتت بالقمع. بس بصراحة البسكوت لما بيبقى من المكنة بيبقى أحلى بكتير. عندك بقى المكنة بتاعتك، مكنة جارتك، صاحبتك، مامتك، تيتا، أي حد ممكن انت تاخديها منه، تعملي بيها حلوة جدا. بصوا بقى، عملت لي الكمية دي كيلو ونص دقيق، وغير اللي كمان في الفرن. وبالشكل ده كنت خلاص خلصت. بصوا يا جماعة شكل البسكوتة تحفة بجد، وسهلة جدا وبسيطة جدا. وعلى فكرة يا جماعة والله العظيم انا اللي يعني بنتي بتلفلي المكنة، وانا اللي بطلع البسكوت بالشكل ده. فرحة عيالك كمان وسط بيتك انك تعملي الحاجة دي، بتفرحي كمان الاطفال اللي موجودة معاكي في البيت. وبصوا بقى، من كيلو ونص دقيق عملت كل الصواني دي، غير كمان ان كان في صواني على الرخامة انا ما صورتهاش، وغير ان في الفرن دلوقتي اهوت. وتحت كده دي فطيرة بسخنها ملكوش دعوة بيها. وهنا ده بقى بصوا منظر التسوية، اللهم بارك، حلو جدا. والبسكوت انا سمعكم في اخر الفيديو صوته. البسكوتة بجد يعني حلوة. يعني بصوا هي بتعمل صوت بتتكسر كده بطريقة حلوة جدا. وشوية اللي هم الوردة دول كانوا فاضوا من في المكنة، عجين في المكنة. فبنتي بقى عملت الضفيرة دي، وانا عملت شكل الورد ده بالقطاعات. فبصوا والله العظيم حلو جدا يا جماعة، هيعجبكم كتير. واهم حاجة عشان البسكوتة تنيها معاكي الاخر بسكوتة ناشفة وما تطرش منك، لازم ان انتي تحطيها في علبة بلاستيك محكمة الغلق، ما يخشش البسكوت هوا. ده اهم حاجة، الهوا هو اللي بيطريه.
فانا جبت العلبة دي كده بالشكل ده وغطيته كده وخلاص كده بألف هنا وشفا. اسمعوا بقى صوت البسكوتة.